لقد منحت الجائع خبزا والظمآن ماء والعاري ثيابا، وسهرت مع الطيور والصقور والكلاب المقدسة، ودهنتها بالزيوت ودسرتها بالأقمشة. بتلك العبارة استطاع المصري القديم أن يتناغم مع الحيوانات المحيطة به، مستكشفا الخصائص والصفات الإلهية التي وجدت بها، محاولا تقديسها بصورة أو بأخرى، بل الحفاظ عليها بعد موتها من خلال إتمام عملية التحنيط. أهلا بكم في أحفاد الأرداد. بنتكلم النهارده عن موضوع تحنيط الحيوانات في مصر القديمه، ومعانا النهارده احدى اهم المرشدات في المستقبل. نرحب بيك يا مريم. اهلا وسهلا بحضرتك. نتمنى لك طبعا كل التوفيق. شكرا. احنا النهارده عايزين نستعرض فكره تحنيط الحيوانات عموما في مصر القديمه والملابسات الخاصه بيها، من اسبابها، من الطريقه المتعلقه بالتحنيط. ففي البدايه حابب اسالك، هل كان في اسباب جعلت المصري القديم يحرص بصوره او باخرى على اتمام عمليه التحنيط للحيوانات؟ طبعا كان في عدة أسباب لحرص المصري القديم على تحنيط الحيوانات. أولا إن هو كان بيعملها معاملة البشر، بيحنطها زي البشر بالظبط. يعني ده أول سبب بالظبط، إن هو كان عايز يعملها نفس معاملة الإنسان في التحنيط. طبعا مع الاختلاف هنعرف الطريقة إزاي بالظبط، بس هو بيحاول يحنطها زي ما كان بيحنط الجسد الآدمي. تمام. ليه هو بيعمل التحنيط ليها مجازا؟ لتعرف الروح على المتوفى، إن هو بيؤمن بقصة البعث والخلود مرة تانية. يعني على اعتبار إن الروح ترجع لجسدها للجسد، فتتعرف على نفس الشكل البدني بتاعها مجازا بالظبط، والملامح. يعني جميل جدا. طب إيه الأسباب الأخرى؟ تاني سبب لحبه للحيوانات الأليفة، ان هو كان بيربي الحيوانات الأليفة زي القطط والقردة في القصور الملكية بتاعته. عندنا أمثلة مهمة جدا زي قطة الأمير تحتمس، وعندنا القرد بتاع الأميرة معكرة. الطريف في الموضوع ان هم لما اكتشفوا المقبرة بتاعتها كانوا مفكرين ان القرد ده هو جنين للأميرة دي، بس لما تفحصوا اكتر الامر عرفوا ان هو ده القرد المدلل بتاع الأميرة. جميل جدا، جميل جدا. طب ايه تاني ممكن من الحيوانات برضو غير القردة؟ هل كان في حيوانات اخرى برضو بيعملها معاملة الألفة اللي ما بينه وبينها في التربية، ولما كانت بتتوفى كان بيبقى ليها مجازا اعتزاز عنده، او كان بيبقى حريص على ان هو يحفظها من لا تتعرض لاي اذى؟ عندنا القطط. طريف ان هيرودوت ذكر لنا قصه طريفه ان في احدى البلدان قامت حريقه في احدى البيوت، وكانت اهالي البلد قاموا عملوا دايره حوالين البيت عشان يحموا من يمنعوا دخول القطط للحريقه انهم يتاذوا. فهنا بيقولوا ان ما كانش مثلا مهتمين بالبيت او بالحريقه، وده طرح خاطئ طبعا، بس هم يعني هنا ده توصيف. هو حاول يوصف مدى اهتمامهم بعكس الناس اللي بتدعي ادعاء بالباطل ان فكره المصريين القدماء كانوا مثلا بيضحوا بالقطط بيقتلوا القطط وعشان يحنطوها وكده. ده غلط فعلا. هو حاول يوضح بصوره او باخرى مدى الاحتوائيه. يعني جميل جدا. طيب حابب اعرف منك اكتر كمان سؤال مهم جدا. يا ترى فكرة عملية التحنيط نفسها للحيوان كانت بتتم على نفس الوزن أو الطريقة الخاصة بتحنيط الإنسان، ولا كان بيبقى فيه اختلاف؟ هو طبعا حنطه زي البشر بالظبط، بملابسات بسيطة، اختلافات بسيطة. زي إيه مثلا؟ إزاي؟ إن هو كان بيتم عن عدة مراحل. أول مرحلة إن هو بيتم حقن المتوفى بحقنة شرجية بزيت الأرز. طبعا بيصفي كل اللي في جسمه، كل ده بيتحلل يعني تمام. كل الأعضاء والأحشاء الداخلية. يعني ده أول اختلاف من غير الإنسان. بالظبط. تاني مرحلة إن هو بيتم التجفيف عن طريق ملح النترون. ثالث مرحلة إن هو بيتم سحب الزيت من الداخل خالص وبيتم لفه باللفائف الكتانية. بيحط أحيانا بقى لو هو عايز يزود بيعمل
اقنعه مثلا من التطبيق. اقنعه او صدريات ساعات او ما بيعملش بالظبط. يعني زي مثلا القطعه اللي امامنا لاحدى الكلاب طبعا من غير اي اقنعه، وفي قطع كتيره قوي معمول لها اقنعه او لفائف كتانيه مرسوم عليها ترى الحيوان. الموضوع ده كان مكلف مثلا؟ يعني تكلفه الحيوانات دي تحنيطها كان مكلف، ولا كان الموضوع ممكن لو قدر ماليا مثلا في هنقول باعتباريه العمله المصريه مثلا مجازا ممكن يعمل كام؟ على حسب روايه. طبعا ما كانش في عمله زمان يعني، بس احنا أكيد بنقول طبعاً. نسبيا لو قورن يعني طبعا في بعض الادله في العصر الروماني وضحت لنا فكره اسعار او تكلفه التحنيط. هل ممكن كان في تسعيره للحيوانات لتحنيطها؟ بالظبط، يعني على حسب روايه ديودور الصقلي انها كانت بتتكلف حوالي 80 جنيه مصري. وروى هيرودوت برضو ان العجل ابيس تم تحنيطه بتكلفه ما يقرب من 23,000 جنيه ونص. مختلف يعني. طبعا يعني هو جميل. برضو على حسب الحجم بيختلف. طيب عايز اسالك سؤال برضو مهم جدا، هل في مصر هنا في عدد كبير جدا من مومياوات الحيوانات اللي تم العثور عليها، ولا العدد قليل؟ ولا بره ممكن يكون في المتاحف الخارجيه في عدد كبير ايضا من المومياوات المحنطه للحيوانات؟ حابب افهم الامور ديت، هل في بره وهل في مصر متحف خاص مثلا بجوانب التحنيط للحيوانات ام المتحف المصري بالتحرير هنا فقط؟ كلميني اكتر عن النقطه دي. بالفعل بعد ما تم عمل حصر العدد من المتاحف حول العالم تبين لنا عدد من القطط المحنطة حول المتاحف. كذلك لقينا التماسيح المحنطة، لقينا أكتر من 80 تمساح تحديدا، لقينا أكتر من 30 في شيكاغو في أمريكا. رقم كبير جدا. جدا. ولقينا أكتر من 50 طائر أبو منجل تحديدا، أغلبيتهم في متحف بروكلين. جميل. أما في مصر في متحف كبير لتحنيط الحيوانات تحديدا في محافظة الأقصر. تمام. لقينا فيه عدة مقتنيات للحيوانات، أولهم لقينا الكبش، لقينا متحنط وملفوف بلفائف كتانية، ولقينا على وجهه قناع من الكرتوناج الذهبي. جميل. ولقينا على صدريته حلي. ولقينا برضو القطة، لقيناها برضو متحنطة وملفوفة برضو باللفائف بتاعتها. ولقينا في فصل بعض القطط طبعا كانت متحنطة بفصل الرقبة عن الجسد، بس ده لطرق التحنيط، مش ان المصريين كانوا بيقتلوها. هم بيذبحوها وبعدين بيقوموا محنطينها. بالظبط. لا ده بس من صعوبة التحنيط للحيوان فصلوا الرقبة عن الجسم. بالظبط. انما مش ده ما كانوش بيقتلوها. لا. جميل. جميل جدا. النقطة دي خطيرة جدا جدا. طب ايه تاني ممكن من الحيوانات؟ ولقينا طائر ابو منجل طبعا، كان لقينا متحنط وملفوف باللفائف. لقيناه اللفافه الكتانيه اللي عليه مرسوم عليها طائر ابو منجل طبعا بالمنقار بتاعه الاسود. ولقينا طبعا القرد المشهور بتاعنا، لقيناه متحنط طبعا بالوضعيه اللي احنا شايفينها دي كده. وكذلك لقينا تماسيح محنطه، بالتحديد لقينا تمساحين، واحد صغير كان طوله حوالي 18 سنتيمتر، ده كان صغير. ولقينا تمساح تاني كبير من النوع النيلي كان طوله حوالي 2 متر و20. جميل جدا. التمساح طبعا كان له رمزيه بالنسبه لتحنيطه خاص بالمعبود سوبك يعني سوبك اكيد في مصر القديمه. طب يا ترى كان في تحنيط للاسماك في مصر القديمه؟ اكيد كان في تحنيط لانواع من الاسماك، تحديدا سمكه قشر البياض كان بيتم تحنيطه بانه فتح من العنق لحد الديل. وعثرنا على جبانه في اسنا مليانه طبعا بالسمك المحنط. جميل. يعني احنا من ذكرك في اكتر من كائن تم تحنيطه، منهم اللي هم ليهم قداسه باعتباريه ان هم متعلقين بالمعبودات في مصر القديمه وليهم اعتزاز وكهنوت، ومنهم اللي هم تم ترديسهم من اجل الالفه اللي كانت ما بين اصدقائهم اللي هم كانوا بيتعايشوا معاهم في بيئتهم الطبيعيه. ده طبعا بيوضح لنا ان المصري القديم كان عنده منظور بيندمج ما بين شقين، الشق الديني والشق الحياتي. احنا بنشكرك جدا جدا على السرد المعلومات القيم اللي انت قدمتيه، وبنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا.
نكمل حديثنا طبعا عن موضوع تحنيط الحيوانات في مصر القديمة، ومعانا إحدى أهم المرشدين أيضا في المستقبل. برحب بيك يا صامويل. اهلا وسهلا دكتور. نتمنى لك كل التوفيق. شكرا. احنا اتكلمنا عن فكرة تحنيط الحيوانات في مصر القديمة وجوانب متعددة لفكرة أسباب التحنيط الخاص بالحيوانات وما شابه، ولكن حابب أتكلم معاك أكتر عن أفكار متعلقة بمكونات التحنيط عموما. في البداية حابب أسألك، هل تم العثور على المواد اللي تم استخدامها في عملية التحنيط سواء كان للإنسان أو للحيوانات عموما؟ بالفعل وجدناهم، وهم 9 عينات تقدر تشوفهم في متحف الأقصر للتحنيط. أول حاجة نشايط خشب عطرية، ودي بتبقى من شجر العرعر والصنوبر. وجدنا دهن عطري، ولقينا راتنج في أحد المواقع الأثرية، ومزيج ما بين الراتنج والزفت، وبقايا عطرية في أحد المقابر لأحد الجنرالات المصريين القدماء. ووجدنا لفايف مرضية جواها ملح النطرون. جميل جدا. طيب من كلامك ده عايز اوصل لنقطه مهمه جدا، يعني في بقايا تم العثور عليها لعدد من المواد الخاصه بالتحنيط، بس هل كان في ذكر العدد من المواد الاكثر من كده مجازا ما تمش العثور عليها بس تم سردها في عدد من البرديات المصريه القديمه؟ وهل كان ليها تصنيف في الاستخدام او ليها اغراض محدده؟ احنا بالفعل وجدنا اكتر من برديه بتتكلم عن مواد التحنيط وعن التحنيط بشكل عام، زي برديه بولاق واللوفر وامهرست، ده غير برديات تانية كتير. واللي وجدناه ايضا من اجساد المتوفيين بعد تحليلها في اواخر القرن ال19 وال20. من خلال ده عرفنا ان في 6 تقسيمات او 6 مجاميع لمواد التحنيط، اللي هي الماء، الملح، مواد ذو رائحه طيبه، الاصماغ، والدهون والزيوت، ونبيذ البلح. جميل. طب لو عايز اكلمك عن كل بند بصوره يبقى تفصيليه اكتر، يا ترى الماء كان مهم للتحنيط؟ الماء كان عنصر اساسي للتحنيط، وكان ليه معنيين: معنى مادي اللي هو تنظيف الاوساخ الروائح الكريهه وما شابه، والمعنى المعنوي كرمز لاعاده الميلاد من جديد، باعتبار ان هو عنصر للتطهير او النقاء. طب ملح النطرون؟ ملح النطرون هو عنصر اساسي جدا، لان هو اللي بيستخلص الماء والسوائل من خارج الجسم وبيساعد في عمليه التجفيف. ده بيبقى عباره عن محلول ملحي بيتكون من كلور وكلوريد وكربونات وبيكربونات وفلوسفات الصوديوم. وكربونات الصوديوم بتتحط على الجسم بتكون بيكربونات الصوديوم اللي هي الفيجوسايت، وهي بتبقى خليه بتساعد على تنظيف وتطهير الجسم والتهام المواد الغريبه. جميل، جميل جدا. طيب هو ملح النطرون عندنا ليه اماكن هنا تم العثور فيها على قطع من ملح النطرون، وهي دي كانت اشبه بان هي المستودع اللي بيتم استجلابه منه من اجل اتمام عمليات التحنيط؟ في 3 اماكن رئيسيه في مصر القديمه اللي كان بيستخرج منها ملح النطرون، اللي هو بالطبع وادي النطرون، الكاب بادفو، ونكراش بالدلتا. جميل. فملح النطرون هو يعتبر عنصر اساسي ومقدس جدا عند المصريين القدماء. فكلمه نطرون مشتقه من كلمه مصريه قديمه اسمها النثر، تعني الشيء المقدس، ودلاله على قدسيه الملح ده عند المصريين القدماء. وكلمات اخرى بتدل عليه زي كلمه ديبت. جميل جدا. طيب حابب برضو يعني هذكر بعض من العناصر مش اجماليهم، يعني مثلا بالنسبه انت ذكرت اخر بند كان نبيذ البلح، فده يا ترى كانت اهميته بتكمن فين في عمليه التحنيط؟ بتكمن اهميته ان هو بيستخدم كماده للتطهير والتعقيم، فبتتعقم اليدين قبل دخولها في الجسد وفتحات الجسد، وكمان في الفراغ بتاع الجمجمه والبطن، علشان يقدر يطهر ويمسح كل بواقي الطعام والجمجمه نفسها والاماكن الرخويه اللي فيها. كمان هم وجدوا فيه ان هو بيحتوي على 14% كحول ايثيلي. جميل. يعني ده كله بيوضح ان المصريين القدماء كانوا على درايه بالمركبات الطبيعيه والكيميائيه بالتحديد اللي تم استخدامها في عمليه التحنيط. ويمكن برضه انت ذكرت في حديثك ان من ضمن المكونات اللي هي المواد ذات الخصائص العطريه الطبيعيه مجازا، زي ايه مثلا؟ زي عندنا نشاط الخشب العطري بيبقى جاي من الصنوبر والعرار، وعندنا لبان الذكر وده بيبقى سائل صمغي كان بيستورده المصريين القدماء من الصومال، بيمتاز بلونه الاصفر. واتذكرت في برديه بولاق 3 موجوده حاليا في المتحف المصري ان هو كان بيدهن على الراس او الجمجمه نفسها والجسد الخارجي. وعندنا مواد تانية زي زيوت عطاره، فكان المصري القديم بيجيب قشر الجذع بتاع القرفه وبمواد معينه وبطريقه معينه يقدر يستخرج منه زيوت عطريه. وكذلك الزيوت اللي ليها اهميه في التحنيط زي زيت التربنتينا، وده كان بيستورد مخصوص من جزر كيبوس باليونان.
وزيت الخروع وزيت الأرز. ولما حصل مشكلة في العصر الانتقالي الأول فشح مادة زيت الأرز في مصر القديمة، اللي هي الماده الاساسيه في اللي هي- تفريغ الاحشاء الداخليه. بالضبط، فاستخدموا بدلها زيت الخروع هيكون بديل ليها. طبعا يعني انت بتوصف حاله من الاعجاز العلمي، ان هو يقدر يدرك ان كل المكونات دي او كل العناصر دي مليئه من الخصائص اللي بتساعد فعلا سواء في الحفاظ على الجسد او تفريغ بعض الخلايا من الداخل او اعطائه للوجه الطبيعي او فكره الملمس الطبيعي اللي احنا بنرآه. ده بيوضح مدى قدره المصري القديم والالهام الالهي اللي ربنا اعطاه ليه. احنا بنشكرك جدا جدا على مدى الاثراء العلمي اللي انت اعطيته لنا النهارده، وبنتمنى لك كل التوفيق. شكرا جدا. شكرا جزيلا يا سامر. شكرا. شكرا.